اسكو كان على بالك تجيبي حبات تاع بطاطا مع بصل؟ راح تحضري وصفة تاع ميمتي اللي معروفة بها وكذلك قليل اللي يعرفها. عسل عسل. كيما شفت حكمت لا كونتيتي تاع البطاطا حوالي كيلو ولا فايت، قطعتها رقيق وزوج حبات تاع بصل حتى هم قطعتهم. اول حاجة راح نقلي البطاطا هنايا في زيت تكون سخونة حتى تقلى اكيد 100%. من جهة غلاف في مقلة عندي حوالي ملعقة كبيرة معمرة مليح من الزبدة، ونجي نقلي هذاك البصل حتى يتكرمل، ندير له شويه ملح وشويه فلفل اسود ونكرملو مليح. سر في هاد الوصفه وهو هاد لاصوص. عندي هنايا كاس ونص من الماء، درت له مرق الدجاج ودرت له كذلك نص مغرف كبيره تاع طماطم المصبره، تقدروا تستغناو عليها وديروها بيضه كيما ديرها ماما، لكن انا حبيت نديرها حمراء. المهم نحطها هنايا فوق النار حتى تسخن هذيك معايا، يعني هذيك ولا هذاك الخليط فوالا. ونجيب بلاطو اللي يدخل الفرن، درت طبقه تاع البطاطا مع طبقه تاع البصل والطبقه الاخرى تاع البطاطا، ونصب عليهم هذيك لاصوص اللي ضفت لها شويه تاع فلفل اسود. البطاطا كنت ملحتها شويه، المهم ما تكثروش بزاف الملح، ونحطها تتجمر الله الله في الفرن. واش نحكي لكم، تجي تحفه. نضيف لها شويه معدنوس في الاخير، ونضيف لها كذلك القارص. هنايا في الفرن راح تحكم لكم من 5 حتى 10 دقائق، يعني راح تتجمر معاكم ليه. واللي يحب لاصوص بزاف يدير 2 كيسان تاع الماء، مش غير كاس ونص. وهاي ليكم بنه خرافيه. هذا الطبق واش نقول لكم، ديروه عينيكم في السماء، ولازم تشاركوني بتجاربكم هكا باش كامل اللي راهم متردين يجربوها. شوفوا كيفاش راهي باينه الحاجه البنينه، تبان تقوني مجمره كيما كانها بطاطا روتي بالدجاج ولا باللحم. بنه مخالفه على مالفين ولا على الاطباق اللي مالفين تذوقوهم، فقط ثقوا فيا وجربوها. نقول لكم كذلك مع الاخير حبوباتي، ما تنسونيش بلايك وكذلك فولو هكا باش كامل يعني يوصلكم كل جديد، وانتظروا الجديد والمميز باذن الله. سلام.